متابعينا، احنا بتوع الملخصات. مسلسلنا النهارده قمة الكياتة. مش هطول عليكم عشان نبدأ على طول، بس قبل ما نبدأ نورونا وانضموا لعيلتنا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وهاتوا طبق الفشار الجميل ويلا بينا نشوف عظمة النهارده. بيبدأ مسلسلنا ببطلنا المز كيم اللي بيكون في امتحان القبول بتاع الجيش، وبيقول للجنة انه مستحيل يتقبل، وده لانه بيعاني من مرض جلدي خطير جدا. وطبعا الموظف بيستهزأ بيه، فكيم بيتعصب وبيلمس الموظف، وفي ثانية جسمه كله بيتحول لطفح جلدي وبيجيله ضيق تنفس وبيبقى بينهار من التعب. وطبعا لما بيشوفوه كده بيتأكدوا من كلامه، وبيحقن نفسه بالمصل بتاعه وبيقول للدكتور ان مرضه ده بيمنعه يلمس اي بشر والا هيموت، وبسبب كده بيعيش طول حياته لوحده. اما بقى دي فبطلتنا جي اللي بتشتغل ديليفري للمنتجات اللي الناس بتحب تشتريها وبتكسل تنزل تجيبها بنفسها، فبتبعتها هي وبتبقى رايحة تجيب اوردر للعبة لسه نازلة جديد، وبتعمل المستحيل عشان ما تتبهدلش، لكن في الاخر الولد بيلزق فيها بالاكل وهي طبعا مش بتكون حاسة. ولما بتروح توصل الاوردر بنعرف ان العميل هو كيم، وبياخد اللعبة منها وبيشوفها بالمكبر وبيلاقي الاكل عليها وبيهزها ومش بيرضى يديها الفلوس، وهي بتحاول تجري وراه بس مش بتعرف، وبتقع وبينزل يشوفها من بعيد وبياخد المصل بتاعه على سبيل الاحتياط. وبعدها بنلاقي الدكتور بتاعه جايله وعامل له ساعة مخصوص ليه عشان يعرف منها مدى خطورة الحساسية بتاعته، ولو ان الساعة وصلت للون الأحمر يبقى هو كده حالته خطر وهيموت. وبعدها بيجي لكيم فلاشة من دكتور هونج، وده بيبقى ماسك معمل التجارب في شركة من بتوع كيم، وبيقوله ان عمل روبوت جديد اسمها جي 3 وعايزه يشوفها عشان لو عجبته يمولوا المشروع بتاعهم. وفعلا تاني يوم بيروح كيم، ولما بيلاقي الروبوت بيكون مرعوب احسن تكون بشرية، وبتشيل هدومها وبيلاقي فعلا جسمها حديد وانها روبوت حقيقية، وبتلمسه ومش بيلاقي اي حاجة بتحصل له، وبيقعد مع الدكتور المخترع وبيقول له احنا محتاجين مبلغ كبير قوي عشان نكمل اختراعنا. فكيم بيقول له هديكوا كل اللي تحتاجوه وزيادة، بس بشرط اعمل لها اختبار عندي في البيت عشان اقدر اقيمها. وتاني يوم بيروح كيم شركته والموظفين كلهم بيستخبوا، وده لانهم عارفين حالته، ولما بيلاقي واحد ملحقش يستخبى بيرفده وبيدخل اجتماعه مع الموظفين. وبنعرف ان المدير التنفيذي للشركة هو تشول اللي واضح ان علاقتهم ببعض متوترة شوية على الرغم من انهم كانوا انتيم وهم صغيرين. أما في المختبر فبيكون فريق دكتور هونج في استراحة، وواحد منهم بيشرب عصير ومن استهتاره بيحدف العلبة لفوق وبينزل منها عصير على الروبوت وبيعمل ماس كهربائي وبيبوظ الأسلاك اللي فيها. ولما هونج بيعرف بيبهدلهم وبيقول لهم إن أي قطع غيار من اللي باظت دي هتاخد كذا يوم عشان توصل، وكيم بيكون عايز الروبوت بكرة، فبيقول لهم إحنا هنعمل إيه دلوقتي، وبيكلم كيم وبيقول له ينفع نديلك الروبوت كمان كام يوم، فكيم بيقول له لأ بكرة يعني بكرة وإلا مفيش فلوس. فطبعا بيلجأ للإكس بتاعته اللي هي جي، واللي هي أساسا الروبوت معمول شبهها، وبيقول لها عندي ليكي مصلحة في السريع وفلوسها حلوة، انتي هتمثلي انك روبوت مدة كام ساعة. بس هي طبعا بتوافق على طول، ولما بتوصل عندهم الموظفين بيصطدموا من الشبه اللي بينها وبين الروبوت، وبعدها بتوافق انها تعمل التمثيلية دي. وبيكون كيم في الوقت ده بيدور على السلسلة بتاعته وبيفتكر لما كان بيتخانق مع جي ووقعت منه، ووقتها بقى جي بتكون متقمصة دور الروبوت قوي، وبيركبوا لها في عينيها كاميرا وبيحطوا لها سماعات في ودانها عشان تقدر تكون على تواصل هي والروبوت الحقيقية. وفي الوقت ده بيتصل كيم بجي وبيسألها على السلسلة، فبتقول له هو انت بتسبق؟ ده انا اللي هفضحك على الاوردر اللي لبستهولي وما دفعتش ثمنه. وفي اللحظة دي بتوصل جي لبيت كيم، ولما بيفتح الطرد وهي بتشوفه بتصوت وتتشنج، فكيم بيكلم هونج وبيقول له لا ما تاخدش عليها دي حركات روبوتات، وكيم بقى بيمسكها وبيقعد يستجوبها وهي بتبقى ماشية زي الفل لحد ما الكهرباء بتقطع، فطبعا التواصل بينها وبين الروبوت الحقيقية بيتقطع، فهي بتحاول تحط التاتش بتاعها وبتجود كده وبتمشي حالها، وبتسمعه بيكلم المحامي بتاعه اللي بالمناسبة يبقى هو أخو جي، وبيقوله دورلي على البت بتاعت السلسلة دي وأنا هعمل لها محضر. فطبعا هي بتتخض جدا، وبعدها بياخد كيم العلاج بتاعه وبيقف في زوره، وجي بتضربه على ظهره لحد ما يكون كويس. وعلى الرغم من ان جي إنسانة إلا إنه لما بيلمسها مش بيجراله حاجة خالص، وهنعرف ليه بعدين. وبالليل بتروح جي تتعشى مع مرات اخوها وبنته، وبتقول لها انها لقت في ايدهما السلسله دي، وبتقول يا نهار اسود ده طلع عنده حق، وبتتصل بيه وبتقول له تجيب لك السلسله على فين، فبيقول لها يعني طلعتي سرقاها اهو، فبتتعصب وبتقفل السكه في وشه،
وبعدها بنلاقي جي مخترعة فكرة أباجورة مضيئة على شكل قلب، وبتبقى متكونة من قلبين، لما واحد ينور التاني بينور لوحده حتى لو بينهم مسافة بعيدة. أما عند هونج فبيصطدم لما بيعرف إن قطع الغيار اللي طلبوها للروبوت اتبعتت لعنوان غلط، وإنها هتوصل بعد 10 أيام. وفي الوقت ده بيكلمه كيم وبيقوله إنه عايز الروبوت لمدة شهر في بيته، فهونج بيحاول يفهمه إن في مشكلة، بس كيم بيتعصب وبيقابل المحامي بعدها وبيقول له يبلغ هونج لو ما بعتش الروبوت هيرفضه هو والفريق بتاعه. وتاني يوم بيبلغوا جي ان الاختراع بتاعها في الشركة رفضته، وبتزعل جدا بس بتقرر ان هي تاخد الورق وتكلم صاحب الشركة يمكن تقدر تقنعه. ولما بتروح له بتتصدم لما تعرف ان هو كيم، ولما بتروح بتلاقي هونج بعت لها لو ان هي توافق تمثل الروبوت هتاخد مبلغ اكتر بكتير عشان يعني لحد ما يحل مشكلته. فهي بتوافق عشان برضه تقرب من كيم يمكن تعرف تقنعه بالاختراع، وبتتفق مع هونج انه يروح معاها ويبقى معاه كمان الفريق بتاعه، وبيجيبوا كلهم سندوتشات كبدة من العربية وبيقعدوا ياكلوا، وبعدها كلهم بيجيلهم مغص، حتى جي بيحصل لها وجع في بطنها وبتدخل الحمام، وكيم لما بيسمعها بيدخل يشوف في ايه، فبتقوله انها كانت بتتفرج على البيت مش اكتر، ومن الارتباك بتقع فوقيه. وبعدها بيقول لها ان في اوضه في الفيلا ممنوع انها تدخلها الا لو لقت ان شكله تعبان والحساسيه ظهرت، ساعتها تجيب المصل وتديهوله على طول. بس هو طبعا مش بيفهمها موضوع الحساسيه ده، وبعدها بتحاول تفتح معاه موضوع الاختراع بتاعها فبيكبسها وبيحرجها، وهي بتقرر تنتقم منه وبتوقع له بيت الكوتشينه بتاعه اللي بيحبه وعامله من سنين السنين. وهو بيتنرفز جدا وبيروح لهونج وبيقول له ايه المصيبه اللي جبتها لي دي، فبيقول له يعني عشان هي روبوت لازم تسمع كلامك، عشان تسمع كلامك لازم تكون بتحبها، وعملها يا عم برقه. وتاني يوم فعلا بيروح يعتذر لها وبيقول لها انه اسف على تصرفه، وبيقول لها ان البيت بتاعه بقى احلى كتير قوي من غير الكوتشينه، وان هو كمان قدر يشوف الشباك كله بوضوح. وبعدها بيجي اخوها الكيم، ولما طبعا جي بتشوفه بتتفاجئ وبتغطي وشها بشعرها وهي بتقدم لهم القهوة عشان ما يشوفهاش، وبتعرف ان اخوها شغال عند كيم وان كيم بيذله وبيعامله وحش قوي، وهي بتتحمق على اخوها وبتستحلف لكيم. وبعدها بشوية بياخدها وبيخرجوا، وهي بتبقى متفقة مع أصحابها إنهم يقفوا في الشارع ويعملوا كأنهم بيعملوا مظاهرة بسبب يعني لغي المسابقة بتاعت المخترعين. وهو بيشوفهم وبيقول لها أنا ما لغيتش المسابقة بمزاجي، المسؤول عن المسابقة طلع حرامي وخد فلوس التمويل وهرب. وبعدها كيم بيكون بيفتكر ذكرياته مع حبيبته القديمة، وهي بتبقى راجعة من المطار تاني يوم وبتقابله وبتقوله إن أبوها عايزهم يتجوزوا، وإنها فرحت قوي لما عرفت، وبتمسك ايده وساعتها بيظهر عليه الطفح الجلدي وبيستأذن منها وبيجري على البيت، وحالته بتكون وحشة على الآخر. وجي بتوصل وبتديله المصل، وفي الوقت ده بيرجع بذاكرته لما كان طفل، وفي عيد ميلاده بيفتكر الحادثة اللي مات فيها أبوه وأمه، وكمان بيفتكر صديق أبوه اللي هو يبقى أبو تشول المدير التنفيذي فاكرينه، وبيبقى معاه في الجنازة وبيقول له امضي يا حبيبي على تصاريح الجنازة والدفن، فبيقول له هروح الحمام وارجع يا عمو. ولما بيروح الحمام بيلاقي ورقة مكتوب فيها اوعى تثق في كلام حد، وبيشك في أبو تشول، وفعلا بيسمعه بيتكلم مع مستثمرين إن هو هيمضي كيم على شركات أبوه. مش عارفة الصراحة عيل صغير زي ده هيمضي على ورق إزاي، ما علينا. وبيخرج وهو زعلان وبيجيله تشول وبيقول له ما تمضي بقى يا عم عشان نبقى عيلة كلنا واحدة، بس هو بيكتب لأبو تشول في الورق لعبتك اتكشفت. وساعتها تشول بيمسك ايده وبيشوف كام الحساسية لأول مرة في حياته. ووقتها بنرجع للحاضر وبيفوق كيم وبيطرد جي بره، وبتشوف الاوردر اللي كانت جايبهوله وبتلاقي فعلا ان هو متبهدل وانها ظلمته. وبعدها بيقعد معاها وبيوريها السلسلة وبيقول لها ان السلسلة دي ذكرى حلوة قوي، وان ابوه اتجوز امه بيها، وان هو عايز يتجوز حبيبته بيها. وبيقول لها يعني بما انك روبوت ايه رأيك، هو انا ينفع اتجوز واحدة من غير ما اقرب منها ولا تلمسني؟ فبتقول له اشمعنى؟ فبيقعد يحكي لها على موضوع الحساسية من بعيد لبعيد، وبيقول لها لو هي كانت حبيبته يا ريت كانت تبقى روبوت زيها كده، وكان الموضوع هيبقى لطيف قوي. وبعدها بيقرب منها وبيبقى هيقرب قوي قوي، بس بيرجع في كلامه. ولما بيروح لحبيبته بيخلي جي تعمل لها في المج اللي جابته له هديه مشروب على اساس انه بيفاجئها وكده، بس هي بتقول له ايه المج البيئه ده؟ فبيقول لها ده انت اللي جايبهولي. فبتقول له ما اظنش اني اشتريت مج وحش قوي كده، وبتغير الموضوع وبتقول له ها هنعمل ايه بقى في جوازنا؟ فبيقول لها ان هو هيفكر في الموضوع تاني، وهي بتزعل وبتمشي، وهو من قهرته بيبقى هيرمي سلسلة أمه في البحر، بس جي بتيجي وبتلحقه وبتديله الشمسية عشان المطر. ولما بيمسك إيديها مش بيلاقي أي حساسية،
ولما واحد بيخبطه برضه ما بيظهرش أي حساسية. وجي بتاخده من إيده وبتبقى فرحانة قوي، وبيقعد يلمس في الناس وبيلاقي نفسه كويس جدا ومعندوش أي طفح جلدي، وبيجيب لها هدية كمكافأة ليها. وبيكلم الدكتور بتاعه وبيقوله إن هو بيبقى كويس جدا طول ما الروبوت بتاعته موجودة معاه، وبيجري عليها ويحضنها وبيقول لها انتي كنز وعمري ما هفرط فيكي. بس في اللحظة دي هونج بيوصل وبيضربه من غيرته على جي، لكن جي بتغير الموضوع بإنها بتعمل نفسها كأنها فصلت شحن، وبياخدها هونج على بيتها. وعلى فكرة بقى هونج ده يبقى الإكس بتاع جي، وبيقعد يقول لها إن الشغل بتاعنا خلاص كده خلص وانسي موضوع الروبوت ده. أما كيم فبيكلم حبيبته وبيقول لها إن نقدر دلوقتي نتجوز، وهي بتوافق، وبتبقى قاعدة في مكتبها وبتشوف ورق المسابقة بتاعة المخترعين، وبيعجبها قوي الاختراع بتاع جي، وبتخلي حد يكلمها وبيقول لها إن المسابقة رجعت تاني وإن هي اتقبلت. بس طبعا جي بتفرح قوي قوي في الوقت ده. وبعدها بقى بيكون هونج مع كيم وبيبلغوا إن المشروع بتاع الروبوت اتلغى وإن هو هيبيعه لحد غيره. وبتروح جي تجيب حاجتها من بيت كيم وهو بيفرح بيها قوي إن هي رجعت تاني، وبيعزم الفريق بتاع هونج على العشاء وبيحاول يبقى لطيف معاهم بس مش بيعرف. فجي بتحاول تصلح الموقف وبتقول لهم إنه طريقته حادة لأنه عمره ما اتعامل مع ناس، بس البنت بتقول لها إن هونج خلاص أخد قراره. وتاني يوم كيم بيقابل هونج وبيحاول يقنعه إنه يكمل المشروع، بس هونج بيرفض. فكيم بيقوله على موضوع الحساسية بس هو مش بيصدقه. فكيم بيمسك إيده وبيوري له الطفح الجلدي اللي بيظهر عنده، وكمان بيتصل له بالدكتور وبيحكي له عن الموضوع كله، وبيقول له إن الروبوت هو الوحيد اللي خلاه يخف. فهونج بيتعاطف معاه وبيبلغ الفريق إنهم هيكملوا موضوع الروبوت مع كيم، وجي هتكمل في التمثيلية دي لحد ما الروبوت الحقيقية تتصلح. وبيمضي العقد مع كيم وبيحذره إنه يقرب زيادة عن اللزوم من الروبوت. وبعدها بيعمل كيم لجي أوضة في الفيلا بتاعته وبيطلب منها إن هي تدربه إزاي يتعامل مع البنات عشان هيرتبط قريب. فجي بتكلم صاحبتها عشان تيجي تدربه، وبعدها بيخرج مع جي وهونج عشان يروح يقابل حبيبته، بس بيبان إنها مش مبسوطة وبتسيبه وبتمشي. وساعتها الدنيا بتمطر وبيروح كيم عشان يحمي جي من المطر، وبيبقى ماسك الشمسية بتاعتها وبيقرب من جي. وبعدها بيزعل قوي إن أول مرة يقرب من بنت تبقى روبوت، وبيكلم الدكتور وبيحكي له اللي حصل. والدكتور بيبقى معاه حالة زي حالة كيم بالظبط، وبيعرف إن هو خف بسبب إنه حب الممرضة بتاعته ووثق فيها. وبعدها بنشوف كيم وهو بيتكلم مع جي عن اللي حصل بينهم تحت المطر، وبيقول لها اوعي تحبيني انت روبوت. فجي بتضحك عليه وبتقول له ان كل اللي حصل ما بيننا ده اتمسح نهائي من الذاكرة وان انا مش فاكراه خالص. فطبعا هو بيتضايق وبيتجنن وبيحاول يضايق جي وبيخليها تنظف البيت كله. ولما هونج بيشوف كده بيتضايق ويتنرفز قوي. وبعدها بيروح كيم يتكلم مع الروبوت اللي في المختبر وبيحس انها مختلفة عن اللي بتتعامل معاه في البيت، وبيبقى محتار ومش عارف يعمل ايه. والصبح بيستغرب اكتر لما بيشوف تصرفاتها وبيحس ان ذاكرتها ما اتمسحتش وان هي مش بتحبه وبتضحك عليه. فبيتنرفز وبيطلب منها ان هي ترجع للمختبر. بس بعدها كلهم بيكونوا متجمعين وبيتعشوا وبيشربوا سوا. ولما الكل بيمشي كيم بيقول لجي يا ريتك انسانة بجد مش روبوت، وبينام على نفسه من كتر الشرب. وجي بتقوله والله انا انسانة فعلا، انت بس اللي عارف ان انا روبوت. وتاني يوم بياخدها معاه مقابلته مع حبيبته وباباها وبيقعدها بعيد. وكيم بيقول لأبو حبيبته انه عايز يتجوزها وان هو فاكر كل كلامها في جواباتها. فطبعا البنت بتستغرب بس ابوها بيغمزها كده كأنه بيقول لها اسكتي. وكيم بيشك في الموضوع، ولما بيروح بيبص في الجوابات بتاعت حبيبته وبيعرف ان ده مش خطها وان ابوها عامل كل ده عشان الشركة بتاعته. وبعدها بيروح اخو جيل كيم وبيقوله ان هو لقى ملفات وتسجيلات لابو تشول هتوديه في داهية. وكيم بيفرح قوي. وفي الوقت ده بيكون فريق هونج محضر مفاجأة لجي انها دخلت نهائيات مسابقة المخترعين، وبتروح المسابقة وهي لابسة اللبس الغريب اللي انتوا شايفينه ده، وده لانها خايفة من اخوها لانه دايما شايفها فاشلة. وبيكون تشولد من لجنة التحكيم وبنعرف إن هو بيحب حبيبة كيم، وبيصدم لما بيلاقيه جاي لأنه عارف طبعا إن كيم ما بيحبش التجمعات. وبعدها بيبدأ التصويت للاختراعات، واختراع جي مش بياخد ولا صوت. وأخوها بيشوفها وهي قاعدة بائسة وبيشجعها، وهي كمان بتتخيل باباها معاها وبيشجعها هو برضه. فبتستجمع قوتها وبتقوم تقنع الناس بالاختراع بتاعها والكل بيصوت لها. وبعدها بيجيلها كيم وبيجرب الاختراع وبيقعد يتخيل الروبوت وهو معاه. ولما بيمشي وبيلمس الناس بيلاقي نفسه خف خالص، وبيجري على الدكتور بتاعه وبيحضنه وبيقوله ان هو خف بفضل الروبوت وان هو بيحبها.
بس الدكتور بيقوله انت بيتهيألك لان انت كنت تعبان بسبب فقد الثقة، وكمان خفيت لما وثقت في الروبوت. وبعدها جي بتتكلم مع هونج وبتلوم عليه انه كان يعرف بحساسية كيم، ومع ذلك خلاها تروح له وتتعامل معاه وهو عارف انها انسانة مش روبوت، وان كمان هو كان ممكن يموت بالشكل ده. وبتسيبه وبتمشي وهي منهارة، وبيكون في ناس بتراقبها وبيفكروها الروبوت اللي هي موجودة عند كيم. وبعدها بقى بنصطدم لما بنعرف ان الدكتور وهونج اتفقوا مع بعض على لعبة الروبوت دي عشان كيم يخف. والدكتور بيقول لهونج ان لازم الروبوت دي تختفي من حياة كيم لان هو بدأ يحبها، وده خطر عليه لانه لو اتصدم الحساسية هتزيد اكتر واكتر وممكن تقتله. وتاني يوم كيم بيقابل جي لآخر مرة بعد ما هونج قرر ان هو ياخدها منه، وبيعتذر لها عن اي حاجة ضايقتها وبيديها سلسلة امه، وبيقول لها ان هو هيعمل لها اعادة ضبط وان ده هيمسح كل حاجة في ذاكرتها. وبيدوس على الزرار وبيحضنها وبيقول لها انه بيحبها، وبيقعدوا يعيطوا. وبعدها هي بتقرر ان هي تبعد وتسافر يمكن تنساه. وفي الوقت ده كيم بيكون في اجتماع وبيفضح تشول على كل اللي عمله معاه زمان هو وابوه، ودلوقتي بيكون اللي حصل ده بمساعدة هونج وفريقه. وبعدها هونج بيفكر ان هو يغير شكل الروبوت، بس كيم بيروح له وبيقعد يترجى انه يخليها ويرجعها له تاني، وبياخدها معاه البيت بس بيحس انها مش زي اللي كانت عايشه معاه. وبعدها كيم بتكون حالته النفسيه وحشه قوي وبيفكر ان هو يغير جو ويسافر. وبالصدفه جي بتكون مسافره لو بتقعد كمان قدامه في القطر، شوف ازاي، وبيكلم هونج وبيقوله انت عملت وش الروبوت ازاي، فبيقوله ان هو شاف موديل حلوه وعمله شبهها. بس في الوقت ده ابو تشول بيكون راح لهونج وبيقوله ان هو عارف موضوع جي، بس هونج بيتلائم عليه وبيقوله ان دي مجرد موديل ولا عندك اعمله، وبيسيبه وبيمشي. وكيم بيروح الشغل لجي اللي بتكون شغالة مع جدتها، وبيقول لها ان هو حاسس انه يعرفها كويس قوي، فهي بتقوله مفيش الكلام ده. فهو بيقول لها عموما انا هستناكي بره لحد ما تخلصي، فبتجري تخبي سلسلة امه اللي هو اداها لها. ولما بيقعدوا سوا بيقول لها انت تعرفي واحد اسمه هونج؟ فبتقول له انا موديل وهو اخد شكلي عشان يطبقه على روبوت عنده. وطبعا هي وهونج بيبقوا متفقين على الكلام ده. وبعدها جدتها بتيجي وبتقول لها تجيب حاجات من المخزن، وبتستأذن من كيم لو يروح معاها. وحارس المخزن بيقفل عليهم الباب وهم جوه، وبيقعد كيم يرغي على دماغها وبيقول لها كل حاجة تخص الروبوت، وهي بتكون متأثرة قوي. وبعدها بيغلبهم النوم هما الاتنين. وتاني يوم بيكون في زحمة وزباين كتير قوي، فكيم بيساعد جي وبيطبخ معاها، وانتوا عارفين كيم طباخ شاطر ازاي. وفي الوقت ده بيجي لهونج مكالمة وبيبلغوه ان المختبر بتاعه اتهكر، وكمان بيبص في عربيته بيلاقي الروبوت الأصلية اتسرقت. وبعدها بيروح كيم للشاطئ وبيلاقي جي قاعدة، وبيصطدم لما بيلاقيها لابسة سلسلة أمه، وطبعا بيفهم كل اللي حصل وبيقعد يسترجع في ذكرياته معاها وازاي حبها بس هي ضحكت عليه. وبيحصل له صدمة والحساسية بتظهر عليه مرة واحدة، وهونج بيوصل وبيديله المصل بتاعه وبينقله على البيت. وبعدها أبو تشول بيكون قاعد مع هونج وفريقه وبيقول لهم إنه عارف بمرض كيم وإن هو يقدر يفضحه، بس مش هيعمل كده لو كتب له عقد بملكية الروبوت. وهونج بيضطر إن هو يمضي له العقد. أما كيم فبيكون قاعد مع أخو جي وبيقول له إن هو يعمل محضر نصب في هونج وجي، بس أخوها بيعتذر وبيقول له إن جي دي تبقى أخته وإنه ما يقدرش يعمل فيها كده. وبعدها جي بتروح لكيم بأكلاته المفضلة عشان تصالحه، بس هو بيرمي الأكل وبيطردها. وبعدها بيشوف جوابات الشركة وبيلاقي الجواب بتاع جي وإن هي كانت كاتبة عن اختراعها، وبيفهم إن كل دي تمثيلية عشان الاختراع بتاعها مش أكتر، وإن بنت ظالم البت. ولما بيقابلها بيهزها جامد قوي لأنها كذبت عليه للمرة التانية، وبيقول لها أنا مش عايزة أشوف وشك تاني في أي حتة. بس بعدها لما بيهدى كده بيشوف شمسيتها وبيفتكر الاختراع بتاعها وبيروح يجربه، وبيتأكد إن هو بيحبها وإنها بتحبه، وبيجري عشان يقابلها وهي بتقعد تفهمه سوء التفاهم اللي حصل، وبتقوله إنها بتحبه وإنها كانت بتتعذب وإحنا كمان بنتعذب وهي بتمثل إنها روبوت، وإنها ما كانتش قادرة تعبر له عن مشاعرها ولا حتى تشاركه الأكل الحلو اللي كان بيعمله. وهو بيصدقها وبيتصالحوا بيبقوا سابنا على العسل زي ما انتوا شايفين كده. وتاني يوم بيصدم كيم لما بيعرف ان هونج باع الروبوت لأبو تشول، بس هونج بيقوله ان أبو تشول كان هيفضحه وانه انقذه من الدمار هو وشركته. وكيم بيحاول ان هو يتفاوض مع أبو تشول، بس الراجل الواطي بيرفض وبيعزم كيم هونج وفريقه، وكمان بتكون معاهم جي وبيقول لهم ما تقلقوش كل حاجة هتتحل طول ما كيم موجود.
وبعدها بيقابل شرطية وبتقوله إن أبو تشول هيبيعوا الروبوت لواحد شغله كله شمال وإنهم بيحاولوا يلاقوا دليل. فبعدها كيم بيبعت لهم الدليل على فساد تشول وأبوه، والبوليس بيروح يقبض عليهم والروبوت بتهرب وبتمشي في وسط الشارع، بس البوليس بيقدر إن هو يلاقيها ويرجعها لهونج وفريقه. وبعدها كيم بيعمل مؤتمر صحفي كبير قوي وبيعلن فيه عن مرضه عشان محدش يلوي دراعه، وكمان بيقول إن هو خف وبقى تمام على إيد الروبوت. وبعدها بيقعد تشول مع كيم وبيعتذرله إن هو أذاه وبيقوله إن هو كان بيسمع كلام أبوه وما كانش يعرف بفساده. وبعدها بنلاقي كل أبطال الفيلم ارتبطوا ببعض ما عدا المنيل كيم. لا استنوا كده، ده راح لأخو جي عشان يتقدم لها، هو سمعني ولا إيه؟ أما هونج بقى فبيعلن عن الروبوت والتطورات اللي حصلت لها، وكيم بيروح الجيش أخيرا وبيخلص خدمته وبيرجع لجي وبيحضنها تحت الشمسية وسط مشهد قمة في الرومانسية. ده خلوني أشعر يا جدعان. وبكده يكون خلص مسلسلنا كيوت النهاردة. لو عجبكم ياريت تعملوا لي لايك لأنه بيشجعني جدا جدا، وأتمنى تنوروني تنضموا لعيلتنا وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل ملخصاتنا اللي جاية. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.